استاذ جايب لك موضوع طقوق راح يرقص الشارع هجع. صدق تحكي؟ وشنو هذا الموضوع؟ المطلقات. شبيهن؟ المطلقات انفصلا عن رياجيلهن. شنو؟ اقصد المطلقات حالا حال الضيم، المجتمع كله ضدهن وما حد يقلبهن. احنا شو راح نسوي؟ راح نوقف وياهن ونشيل حملة على الطلاق، ويوميا بالصفحة الأخيرة نخلي سؤال، واللي يجاوب صح نزوجه مطلقة وناخذ عمولة المكتب. ها استاذ، شلون الفكرة مو جهنمية نسبة إلى جهنم وبئس المصير؟ ولك أنت راح تدخل جهنم. ليش استاذ؟ وش مالي يقول لي ليش؟ لك أنت يوميا جايب لي فكرة فاكسة وطايح حظها، وتصعد عندي السكر وتنزل عندي الضغط. هاي مصعد مو فكرة. يلا امشي اطلع برا انت وهاي فكرتك الفاكسة، اطلع برا. استاذ والمطلقات؟ اللي يجي منيده الله يزيده، هن لو جارات عدل وحامدات ربهن كان ما تطلقن. نسوان ما تمشي الا بالعين الحمراء. شنو ضربات الاشاره؟ يا اخي دعوك موضوع المطلقات على صفحه، لك بابا هذا موضوع مطروق بالدهن. تنطي يحكي صدق حمزمز، يا معود المطلقات تارسان سوق الزواج. هسه هذاك اليوم مثنى الكتالوني اجتنا وحده تفرمت يم الحاسبه، تدري ايش طلعت مو مطلقه. بابا اعرف المطلقات عندنا هسه اكثر من نساب البشاره. اصلا جاسم قوطيه طلقوا اخته خيريه قبل اسبوع وقال تعال اتزوجها ونطيك فوقها بندقيه و60 طلقه. يا حظ روح لك مو رحت شفت البندقيه وما عجبتني، بيت الترباس طلع بالايجار وانا مهلس، وثاني شيء انا ما ادور زواج، انا بس اريد ادعم المطلقات. تدعمها بسياره الجريده؟ لا ادعمهن واطالب حقوقهن. انا راح اسوي جمعيه للدفاع عن حقوق المطلقات، هاي الجمعيه راح تطققني وشويه شويه افتح جريده واصير ناشط. وش راح نسميها؟ طالق العلي؟ لا اسميها ام دحظ الفقر. اخواني المطلقات، عفوا خواتي المطلقات، اهلا وسهلا بكم بجمعيه ام دحظ الفقر. طبعا شعاره هو شويه غريب بس يفي بالغرض، الرجال كخه لحد ما يتزوج لخه وانت من يمك كفخه. وبالبدايه راح نسمع معاناتكم ونسجل مطالبكم. أنا سميرة، مشكلتي الحقيرة الطلاق المبكر، لأن زوجي طلقني باليوم الثالث. شنو فاتحة؟ لا بس سمع خواتي يشجعون ريال مدريد وهو يشجع برشلونة وطق لي 7. أنا اسمي زينة وهم مشكلة الزواج المبكر لأن زوجي طلقني بيوم الصبحية. أكيد طلعتي. لا يروح بالك لبعيد، بس أنا الثولة كنت فاتحة الفيس من تليفوني وهو دخل على الفيس وشاف صندوق الرسائل وعلقت بالمخاديد. انت مو اسم زينة الحنين على الفيس؟ ايه اني اصلا هواي عليك الصبحية، وضحت الصورة اختي. طبقي على صفحة. واني اسمي تغريد لو مكيف. اني مشكلتي هم الزواج المبكر لان زوجي طلقني ورا 15 سنة زواج. اقعد يعني وصلنا خالة تغريد. شنو 15 سنة؟ شنو بكر؟ لا مو طلقني بال5 الصبح حتى يلحق على الشغل لان هو عنده فرن صمون. لا عاد اكيد بيومها باع 20 صمونة بلف من الفرحة. هلا وحبزبز. فهيمة؟ هاي جابش هنا؟ أجر السايبة وجيت، سمعت بيك نفتح جمعية مال مطلقات وجيت أسجل وياكم. وانت جابت على هاي السالفة، دروح الزوج بالأول ومن تطلقين تعالي اسحب استمارة. ايه هو وين الزواج حبزبز؟ انت مو تعرف انسدت بوجهي فرس سدة وحتى سحر دفنت ورا السدة، بس ماكو فايدة. أنا جيت أسجل وياكم ومثل ما يقولون يعني صيت الغنى ولا صيت الفقر، بلكي على عين هاي الجمعية أتزوج. زين لعد امشي خلينا ننزل الشارع، إذا ما نسوي هوسة ما راح يطلع صوتنا. يلا خواتي ردن وراي شوية صوت وحماس. مريت شبكة ولا مهر زوجونا راس الشهر. 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 انتوا شنو تهوسوا ولا قتلتوا؟ شنو انتوا مطلقات؟ أنا خالتي مطلقة وماتت من القهر وجاي اهوس ثواب على روحها الطافرة. شلون كانت طافرة قصيبة؟ وانا جيراننا نوسة بنت ام نجم خلصوا وطلقوها وجاي اهوس بالنيابة عنها. ابلبدون ابدلابين ابلبدون. سيدي علقت بالتحرير مظاهرات مال حاتات طلعت مظاهرة؟ اي سيدي حاتات مطلقات ويريدن عرس. مريت شبكة ولا مهر زوجونا راس الشهر. مريت شبكة ولا مهر زوجونا راس الشهر. بيبسي اقصد باسم جميع المطلقات
المضروبات بواري، وباسمي نطالب الجهات المعنية بإقرار قانون البترو $5 عن كل برميل نفط للمطلقات حتى يسعى سوقهن. كما أطالب بتخصيص رجال كامل المواصفات لكل مطلقة، وكرر رجال كامل مواصفات لكل مطلقة، على سبيل المثال مثلي وسيم مفتول العضلات كحد أدنى. وخالة المرحومة وياهن؟ وهي خالتك مو ميتة؟ شو يسوي بالرجال؟ ندفنه في صفه؟ لك لا، مو ما عندي زوج خالة، يعني راس حاجة أصيح لخاله قدام الناس، ومن أريد أروح أزورها بالعيد أقلها أروح وإيدي مو فارغة. وانا اريد عريس اخرس جيراننا نوسة الخرسة بالتم نجم. خطية وصلتني قالت لي ابو الا بقلبه ابو. ايش معنى اخرس؟ حتى ما يقدر يقولها طالق. والله عال العال، انحلت كل مشاكلنا ولازم نحير هسه بالمطلقات. امشي لك شبعوهن شلالي، خلي ردن لبيوتهن وسحلوا لي هذول الزلم اللي وياهن اللي قروا براسهم وخلوهن يطلعون مظاهرة. وقد قامت قوة أمنية مدعومة بالشلاب بتفريق المتظاهرات المطلقات واعتقال منظم الطباخ منظم التظاهرة حبزبوز وأصدقائه. وكان حبزبوز قد طالب باحتساب جزء من عائدات النفط للمطلقات حتى يمشيهن شلع، لكنه شبع طنكة ودفرات عوضا عن ذلك. هل وعساك بابو زايد، هذا اللي ما يسمع الكلام، هذا فد واحد دماغ سز وكديش. خطية أستاذ، أنت ليش تشبه الكديش بحبزبوز؟ ومعي بعض المواطنين الذين كانوا بالقرب ساعة تفريق المظاهرة. ناس تعبانة عمي، يا معودين احنا صوباتنا مخلصة نفط، وحبزبوز يريد حصة من النفط للمطلقات حتى يمشي سوقه. بالله هذا شو تحاكي؟ والله هذا واحد تعبان اسمه حبزبوز جامع للمطلقات ويريد يزوجهن. هذا اكيد مكبسل، لان انا من شفته من يحكي هو يرمش ويحك برقبته. اخ بوي، اخ لك ياب، اخ والله لو ينطون سلطة على المطلقات كلنا نطلقهن، ما خلوا وحدة بيهن متزوجة. اخ عمو. اخ يابا ركض وراي كلب، بس شلون كلب ابن مادر ما عافني الا اخذ مني عضه. اخ يابا وقبل لا يروح تفل عليه، وانا كلش فرحان بهاي التفله، لان عندنا يجي سياب تحب شغلها. والله صدق كلب ابن كلب. لك انا ما مقهور بس على هذا السوداني ويصلح الساعات. لك ياب عاب شغله وجا صمتنا كلاق رجع لي البواسير. يا خسه انت سوداني شلك شغله يا ابن النيل. ايه شفته عمي شفته، مو هذا كان متزوج وحده دلاله بالبتاوين، كانت مشوفته نجوم الظهر، فمن شافنا اجى ياخذ ثار اللي ان شافنا ندافع عن المطلقات. يبدو ان المظاهرة اللي ما تعجبك تفشخك، فبعد ان لاقت مظاهرة المطلقات رفضا شعبيا وحكوميا لاقت قبولا اوكرانيا، فقد اعلنت منظمة فيمن النسوية انها ارسلت 3 حاتات صاكة للوقوف الى جانب المطلقات، وهن في طريقهن الى بغداد للتنسيق مع رئيس الجمعية. وقالت المتحدثة باسم المنظمة ان صدورنا ستكون مفتوحة لمواجهة اي عنف يواجه التظاهر. فيمن راح نصدق بعد؟ ما تقول لي فيمن راح يجن ويانا؟ هلا والله راح نطقطق، بس يم والله خبرها. اقول لك حبزبز، شنو هذا اللي فيه من خيم لو توادر؟ لك النحاتات يطلع المظاهرات بس بالبناطير. اها هذن اللي يبونن بالشارع على صورة اي واحد ما يعجبهن، وانا اقول هاي الريحة منين؟ ايه هن ذني. حلو الله جابهن، راح اخذ صورة السودان اخليهن يوقعن عليها. حبيب امك ما تقبل منا حاجي. الو منو؟ برلمان؟ شنو؟ تريدون تشاركون وياي بالمظاهرات وتدعمون المطلقات؟ كلنا نبيكم عيني، بس جيبوا لافتات مو لفات يابا. شنو طالعين سفرة؟ بس اذا مصرين جيبوا لفات بس نوعوها، مو كل دجاج، 2 همبرجر لحم و4 دجاج. حبيب امك ما تقبل. الو منو؟ المتحدث باسم الداخلية؟ اهلا وسهلا. شنو؟ تشتركون وياي بالمظاهرة؟ وتحموها على الهامش؟ كلنا نبيكم عيني، بس رجاء هذا الكلب اللي عضني وخبزوه طلقة تايهة. اي من يومكم، ومن تجون حتى تقولوا لي الكلب اللي عضك قتلناه، وتجيبون هذا تلزمون هذا السوداني اللي ضرب طوطي، لان طوطي حلف اذا لزمه الا شيكه بالنص. حبيب امك ما تقبل. الو منو؟ مهدي المشجع؟ يا اخي انت فقر، كل ما شجع المنتخب نخسر 3-0.
شنو انت والدبق مالتك؟ المظاهرة قدامك، صديق كذب اخونا انت، بس وسط الشباب مو يصورون البنات وينزلوها على اليوتيوب، ترى هاي السوالف عيب، كلش عيب. الو؟ منو؟ وزارة الزراعة؟ يا أرضنا يا أرضنا، هي ظل الزراعة كلها صارت معارض مال سيارات، كلها قالوبر وكيا وزنتافية. ماشي عيني كلنا نبيكم، بس جيبوا لنا وياكم بيك بدبل قمارة تم خشاوي، لأن راح نحتاج طاقة حرارية جبارة، من جبارة بالشربت. الو منو؟ عاصم السوداني؟ لك عيني تجي، انت مو ضرب التوط الجلاق. ما يخالف، هلا بيك ابو الليل. لازم سمعت بيها حاتات وتريد تجي. صدق لو قالوا دربوا الزلم على الحاتات، تعال ماكو مشكلة، بس قبل لا تفوت المظاهرة توطي حالف اللي يشقك بالنص، لان صوابه حار وهاجت علي البواشير. لكم هذني بعدهم بالطريق وهيجي صار سحب على المظاهرة. لعد هاي لو باكر يجن يمكن العراق كله يطلع ورانا. حبسبوز ابني البار. لا بار ولا ديسكا غرقان، ايش رايد؟ بابا عوفني اريد اروح ساحة عباس بن فرناس اجيب حادات فيمن، لا يقتلن البرد، لان يقول لك جايات بطرق الشرطات، اخاف يستبردن. وليدي حبسبس، انا شريد منك شغله كل سهله وتقدر لها، اتقدها. اريدك تجيبني باتم بالجريده، حتى الصبح بسلامه اجيب لهن قمر وكاهي وعسل، اي اهم شي العسل ودبس، ويطلع للمظاهره. وإلك علي أغطي لك المظاهرة ببطانية أم النمر. لا شاق وياك، أقصد أغطيها إعلاميا وأدعم مطالبكم، بس فدوة أروح لك. حبسبوزي خليهني باتم بالجريدة. هاي شنو صار غرقان؟ أحد ضحك عليك وقال لك حبسبس شاد أريل؟ في من خطاري ويباتن بداري، ما عليك بالسوالف. يلا شباب نستقبل نم عباس بن فرناس. بارك الله بيشن، كفيتن ووفيتن وما قصرتن. You are welcome my eyes. المظاهرة نجحت الحمد لله، وما ظلت عندنا ولا مطلقة، حتى خالة عقروق الميتة زوجناها. وانا هسه جيت من المحكمة، زوجنا عاصم السوداني اللي ضربنا شلاق، النوسة الخرسة بنتم نجم جيراننا، لك وروح على ابويا راح يجيبون اسود اخرس. انت مو ردت له واحد اخرس حتى ما يقول له طالق؟ لك بابا انت ايش جاي تحكي؟ لك بابا خذته للكندي قصينا لسانه وشمرناه للكلب اللي يلتقي من الاشارة، هذا كان شرط من شروط الزواج، وانا شرطت عليه وروح ابويا يوميا الصبح يفوت من يم بابنا اخبزه شلاق ويروح، بس شلون شلاق الا سوي بيه بواسير. Okay, we have to go now, but I want to ask you something if you can. اشتغل طيحان الحار، بس لا تريد احجز له تيكت الرجعة وانا مهلس تهلس. أنا من رخصتكم عيوني، أرفع الزحمة. سمع بيها صرف وطفر الباي، انت ساد بالفلتة، المفروض يخلوك نقيب الفلتة وتشد له. We will demonstrate in Ukraine, and we will need 3 men. Do you willing to help us? شلون ما اجي سفر الاوكراني مظاهرات بنص الحديد؟ طبعا اجي اني وعقروق وطوطي. يا يابا حبسبس الله يخليك، اروح لك فدوه، خل اروح وياهن، خل اروح. هم لطش بالنص غرقان السقط. هبشرك انت راح تستلم الجريدة بغيابي، يعني راح تصير رئيس مجلس الإدارة. ايش قلت؟ الله يخليك، اروح لك فدوة، عيوني قلبي، خلينا اروح. ايه حبسبس انت خليك هنا حتى أأمن عندك زوج خالتي المرحومة، لأن بعد عريس وما يصلح. وانا اريدك تمر بطريقك يومية بفرعنا، تخبز عاصم السوداني شلاق قبل ما تروح للشغل، بروح ابوك لا تنساه. مثل ما تشوفين عيني التزاماتي هواية، وبس اعوف العراقي تيه اخذيهم وياك تظاهري بيهم ورجعنا اياهم، بس اخذي جوازاتهم حتى ما يعبرون الدولة ثانية ويقدمون لجوء. يابا ايش قد حلوة ساعة التحرير،
أقصد رئاسة التحرير، بس تقعد ورا المكتب وتشرب شاي وسجاير. شو يصير لو الطيارة تحترق؟ لو غرقان يعض الكلب المظاهرة والكلب يموت ويسجنونه مؤبد البدري وأنا أظل. وردنا هذا الخبر العاجل من أوكرانيا. أعلنت منظمة فيمن أنها أدخلت تعديلات في طريقة التظاهر، بس لا نزعل البناطير وفاتتني سالفة، حيث قامت بزج 3 متظاهرين وهم كل من غرقان وطوطي وعقروقي أبو الريحة، وهم نصف عراة، حينما تظاهروا اليوم أمام السفارة الأوكرانية في أوكرانيا فقط، بل قمصان وربطات العنق. إيش ريت صار بيه نزع بناطير؟ لكم زين ما رحت، روح غرقان طقيت، كتلت نفسك على زفر الفطيرة. صدق لو قالوا على نياتكم تنزعون. وقالت المتحدثة باسم فيمن إنهم رفضوا وبشدة في بادئ الأمر نزع سراويلهم والنزول إلى الشارع، ولكن بعد ارتشافهم قليلا من الفودكا الأوكرانية نزلوا إلى الشارع مهرولين فقط بالقمصان. صدق لو قال جاسم قوطية، شغلتين تطيح حظ بني آدم، الشرب والفودكا.